منصة ميدان لإثارة الجدل وإشعال الفتن واستخراج الفوضى من العدم ترحب بكم. ولو ما تعرفش مين منصة ميدان فتعال أعرفك عليها. دي يا سيدي منصة إخوانية بتخدم أجندات خارجية مهمتها هي إعادة إنتاج خطاب الفوضى وإشعال الفتن من خلال تكبير صورة مشاكل فردية أو أزمات اقتصادية أو أي نوع معاناة ممكن يقابل أي مواطن. هما بقى بيلعبوا على احتياج الناس ومشاكلهم اللي موجودة أصلا في كل مكان واللي موجودة في كل الدول اللي حوالينا، مش بس عندنا. ولكن كون ان مصر لسه امان حتى الان فده هو اللي مش عاجبهم، ومن اجل النقطه دي تحديدا اتعملت منصه ميدان وغيرها كتير من المنصات. المنصه دي بتعمل كواجهه رقميه لنشر الشائعات والتشكيك في مؤسسات الدوله وتوظيف ادوات الاعلام الرقمي في شن حرب نفسيه تستهدف وعي الشباب المصري عشان يخليك مش حابب بلدك ولا طايق بلدك ولا عايز تقعد في بلدك ولا شايف فيها خير. وهو عشان طبعا يبقى الاخ مش طايق اخوه ولا الست طايقه جوزها ولا حد طايق حد، وكل الناس بلا استثناء تبقى في حاله من الاختلاف وعدم الرضا ولا عن حالهم ولا عن حال البلد اللي اتصورت لهم بأسوأ صوره. مع ان الحقيقه ان مصر بفضل الله ومجهودات وزاره الداخليه والجيش المصري هي البلد الوحيد اللي منزلهاش صاروخ واحد من ضمن كل اللي حواليها في اخر سنتين او في اخر 50-60 سنه. مصر هي البلد الوحيده اللي لسه حتى الان كل من فيها كبيرا وصغيرا بينام وهو مطمئن، ودي فضل ونعمة كبيرة من ربنا علينا مقارنة بقى باللي بنشوفه وبنسمع عنه في الأخبار كل يوم. فتفتكر الإخوان هينجحوا بالفعل في تقسيم شعب قدر يتخطى كل الأزمات دي؟ وعي المواطن المصري واستمرار عجلة التنمية والصناعة والعمل هما حائط الصد الذي يسقط دعاوى الجماعات ويكشف زيفهم وكذبهم وخدعهم. معروف من زمان مين أكبر عدو من مصلحته إننا نبقى متقسمين وبيننا فوضى وما بنطلعش من ازمات اصلا. ويا ريت نبقى فاهمين ان شويه العيال اللي مدورين منصه ميدان وغيرها كتير من المنصات اللي زيها وماشيه على نفس هدفها، وكمان شويه العيال اللي معمول لها برامج مصروف عليها وبتوصل لكل كوكب الارض وبتوصل لمصر اكتر حاجه، كل دول بقى مدعومين وبيقبضوا من نفس العدو اللي عايزها تخرب عشان هي الوحيده من ضمن الخريطه اللي على كتفهم اللي لسه سليم. واكيد برضو محتاج رايكم في الكومنتات وفولو لايك وشير وصلوا على النبي. بعدها سعت حركة حسم بقيادة عبد الفتاح عطية في الانضمام للجنة الإعلام والتسريبات، ودي المسؤول عنها صهيب عبد المقصود وعبد الرحمن الشناف وعبد المجيد مشالي. وهدفها هو الحصول على معلومات وبيانات العاملين في الدولة، وكذلك تقليب الرأي العام من خلال إنشاء عدد من المواقع الصحفية اللي في ظاهرها إن هي تكون مؤيدة للدولة، لكن الهدف منها هو التواصل مع المسؤولين والعاملين في قطاع الدولة من خلال مراسلين صحفيين وصحفيين عاديين لاستغلال المعلومات دي والمواضيع المهتمة بها الدولة لزعزعة الثقة بين المواطن وبين الدولة، وكذلك لتقليب الرأي العام ومحاولة قلب نظام الحكم. ومنها جوار، ودي طريقة عملها ان هي بتتكلم عن المحبوسين السياسيين والموجودين في السجون داخل مصر للضغط على النظام وتقليب الرأي العام على الدولة.